فيلم كيبدا قريب لسان فرناندو مع واحد التيتيزا وهي سايقه الطوموبيل ديالها شاده الطريق، وفي لحظه كيطيح عليها شويه ديال الحجر من فوق الجبل وكتقلب بها الطوموبيل وكتبقى معلقه في الواد. ومن بعد كتجي واحد الفرقه ديال الانقاذ اللي كيكون راي هو القائد ديالها واللي كانوا مشاركين في الحرب في افغانستان، وكيقدر راي باش ينقذ البنت وكطيح الطوموبيل في الواد. وفي نفس الوقت كان واحد العالم ديال الزلازل كيهضر على واحد الزلزال من اقوى الزلازل وكيقول بلي الزلزال غيكون عباره على دمار شامل للكره الارضيه. وهذا العالم سميتو لورينس، ومن بعد كيقرر لورينس باش يمشي هو المساعد ديالو باش يعرفوا فين غيضرب هذا الزلزال. فديك اللحظه كيكون راي كيعيط على بنته وكيهضر معاها وكتقول ليه واش ممكن وانت جاي تجيب لي شي حاجه معاك. فراي كان مطلق وعنده جوج بنات ومراته تزوجات واحد اخر اللي سميتو دانيال. هذيك اللحظه كان العالم لورينس وصل لواحد السد، وفي لحظه كيشوفوا في الجهاز باللي قريب لهم واحد الزلزال اللي غادي يدمر هذاك السد حيت كانت القوه ديالو 7 درجات بسلم ريختر. ومن بعد كيرجع العالم لورينس للمكتب ديالو وكيلقى واحد من دوك اللي خدامين معاه واللي سميتو اليكس، وكيقول ليه بلي معدلات الزلازل كترتفع ما بين 82 حتى ل 85، وبلي اكبر ارتفاع غيكون في مدينه سان فرانسيسكو اللي كتكون عايشه فيها بنت راي ساره وراجل امها دانيال وامها. وهي في الشركه ديال راجل امها كتعرف على واحد الشخص سميتو بين واللي كان عنده خو صغير سميتو اولي، وهما كيهضروا فجاه كيجي واحد الزلزال وكيريب عليهم العماره كامله، حتى كيجي راي وكيقدر ينقذ مراته القديمه في اخر لحظه اللي كانت غادا تطيح وسط الردم ديال العماره. وفي هذيك اللحظه كتكون بنته حصلات وسط الطوموبيل ديالها اللي طاحت عليها واحد الحجره كبيره وما لقاتش كيفاش تخرج. فراجل ما كيخليها حاصله فيها وكيهرب عوض ما ينقذها، وكيجي بان الصديق اللي عاد تعرفت عليه هو خوه الصغير وكينقذوها. ومن بعد كتمشي هي وبين وكتعيط على راي الاب ديالها باش تقول ليه بلي راه هي لاباس وما وقع ليها والو. فديك اللحظه كيكون العالم لورينس كيقول للناس التلفازه باللي جاي زلزال خطر من هذا الزلزال اللي داز، وتيقول لهم باش يردوا بالهم والله معاهم. فديك الساعه راي ومراته القديمه كطيح بهم الطياره في واحد المحل وكيهزوا واحد الطوموبيل اللي ما ديالهمش وكيخدموها وكيمشيو يقلبوا على بنتهم. وهما في الطريق كيلقاو بلي الطريق مقطوعه بسبب حفره كبيره اللي دارها الزلزال، ولكن كيبقاو كيقلبوا حتى كيلقاو عند واحد السيد واحد الطياره وكيركبوها. فديك الساعه كتكون بنتهم مع بين وخوه كيقلبوا على شي بلاصه عاليه فين يتلاقاو مع راي، وهما كيقلبوا كيضرب هذاك الزلزال اللي قوي بزاف واللي كيخلي كاع العمارات والديور يطيحوا حيت كانت القوه ديالو 9 درجات بسلم ريختر، يعني اقوى زلزال ضرب شي مدينه في العالم. فراي فاش وصل لقى الدنيا كاع مرونه وقرر هو وطليقته باش ياخذوا واحد المركب ويمشيو في البحر عوض الطريق اللي كانت كاع مدمره بسبب الزلزال. ولكن وهما في البحر كيلقاو باللي الزلزال غيتسبب في واحد الموجه ديال التسونامي كبيره بزاف واللي دمرت العماره اللي فيها بنت وبين وكاع المدينه، وكانوا كيظنوا باللي بنتهم صافي ماتت، ولكن كيقدروا يشوفوها في العماره وكيعرفوا باللي باقا عايشه وبخير. كيمشي ينقذها من بعد ما نجاو من الزلزال وموجه التسونامي اللي دمرت كاع المدينه واللي كان عليهم يبداو من جديد حيت كلشي تدمر.